السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى للوصفات المصرية. إن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل كريم في الخفق أو الكريم جانتيه. طبعا انتوا عارفين إن هو أساسي في تزيين التورتات والكيكات والكنافة والحلويات بصفة عامة. بيدي طعم حلو وشكل جميل طبعا للتورت. أنا عندي هنا حوالي هنا بالظبط كده ربع كيلو كريم جانتيه. انا بجيبه سايب. الصراحه السايب ده بينجز معايا ويبقى كويس عن اللي هي البواكي التانية دي. ده هنا ربع كيلو بالظبط. احنا هنعمل منه ده ربع كيلو اهو. احنا هنعمل منه طبعا اشكال، يعني انا هصنفه اصناف كده. هنا عندنا هعمله بالجيلي، جيلي الفراوله. هعمل لون بالفراوله ولون بالمانجا ولون بالكاكاو، وهنعمل اللي هو الصدى الابيض. والسكر ده طبعا عشان للتحليه بتاعته. يبقى هنحتاج ربع كيلو، وهنا جيلي مانجا وجيلي فراوله وسكر وكاكاو، وطبعا لبن. عايزه تعملي بميه متلجه تضيفي له ميه متلجه في العمل بتاع في عمايله ماشي، ضيفي ميه متلجه. انا هنا معايا لبن، بس انا هنا اللبن هاخد وش اللبن الاول كده. وش اللبن ده بتاخديه تطلعيه تحتفظي بيه، تعمليه زبدة او بتستخدميه لعمايل اي حاجة، يعني القرص بتحوشيه في الفريزر وبتعملي بيه زبدة. اخد الوش كده. انا خدت كل الوش كده اهو. اللبن ده تحفظيه في الفريزر وتحوشي عليه، وزي ما قلت لحضرتك تعملوا ايه، تعملي زبده تضيفيه للعمايل القرص. انا هشيله على جنب هنا، هشيله في الفريزر. هنا معانا اللبن طبعا. هتقولي لي ايه المقادير؟ طبعا على الربع كيلو هقول لك احنا هنعمل خطوه بخطوه مع بعض، وهنشوف قد ايه بالظبط هنعمل. هجيب كوبايه ونعاير مع بعض الربع كيلو ده هياخد قد ايه بالظبط. نبتدي الاول نجيب كوبايه. انا معايا هنا كوبايه، هاخد مثلا نصها او هي، ونضيف ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا اللبن اهو. انا مبدئيا معايا كيلو لبن وربع كريم جانتيه سايب. يبقى كده انا لو عملته كله طبعا هقول لكم المقادير وهتبقى مع بعضينا بالظبط وهتشوفوا كل حاجه. طبعا هقول لكم في للكريمه طبعا احنا عايزين من فوق التورته بتبقى ليها سمك. التزويق اللي انت هتزوقيه من فوق التورته بيبقى ليه سمك، والتزويق اللي في وسط التورته بيبقى ليه سمك. يعني اللي فوق التورته لازم تكون متماسكه عشان تعرفي تنزليها من القمع وتتزين ما تسيحش منك. واللي طبعا اللي جوه بتبقى سايحه شويه عادي، بتتحط في التورته وبتزيني بيها، بتبقى سايحه مش بتبقى لينه شويه عن اللي بتزينيها فوق التورته. فانا هوريكم الاثنين ان شاء الله. هنبتدي كده بسم الله. دي كوبايه معانا اهي. وطبعا في مضرب يدوي، بس المضرب اليدوي هيتعبك، فيا ريت يكون المضرب الكهربائي عندك بيسهل معاكي اكتر. هنا هناخد حوالي، هنحسب بالمعلقتين عشان تحسبوا معايا ان احنا عملنا ايه بالظبط المقادير. شوف معلقه نضيفه. هنا معلقه اهي. ناخد حوالي هنا كوبايه على 3 معالق كريمه الخفق اللي هي البودرة اهي، 3 معالق. هنضربهم بقى. هنضربهم بالمضرب. وسع لنفسنا كده شوية. بسم الله. انا عشان الصوت اضربهم وارجع لكم تاني. استمري في الضرب حوالي 5 دقايق كده. لا دي سايله خالص. كده كوبايه اللبن وثلاث معالق. احنا عايزين نحط تاني عليهم. وهنضرب برضو ونشوف عشان نشوف المقادير مع بعض بالظبط. كده 5 معالق، 6 كده، يبقى 6 معالق على الكوبايه.
حوالي 5 دقايق. نقفل خالص اهو كده. عايزه اوريكم بس الشكل. هو ده الشكل بتاع الكريمه اللي انا ضربتها. احنا كده يبقى احنا حسبنا مع بعض كوبايه و6 معالق كريمه. اهي ده الشكل بتاعه. الشكل ده لو انتي هتحطيها في بين التورته، في وسط التورته. طبعا لو احنا عايزين نخليها سميكه عن كده، طبعا يبقى نص الكميه، يبقى نص كوبايه سكر. قصدي لسه هنحط السكر. يبقى نص كوبايه لبن و3 معالق كريم جانتيه او 4 معالق، عشان تبقى ايه اللي انتي هتزوقيها من فوق التورته. اهي بالشكل ده كده. ليه انا بقى بحسب معاكم كده؟ ما ممكن تقولي طب ما انتي المفروض تبقى عارفه المقادير. لا، انا الاول كنت بعمل بالنظر. اكب شويه لبن، احط شويه كريم جانتيه. فطبعا انا لازم اديكم مقادير بالظبط، ولازم نعملها قدام عينيكم. يبقى كده ان شاء الله كوبايه لبن، وخدنا 6 معالق كريم جانتيه. عايزين بقى ايه؟ طب وهعمل في الاخر معاكم برضو اللي هي الجامده دي عشان تعرفوا. انا دلوقتي عايزه اقسمهم والونهم. طيب هناخد شويه من الابيض ده عشان الون معاكم الباقي. نديها اشكال الوان حلوه عشان تبقى حلوه جميله معانا في التورته بتاعتنا، او اي حاجه عايزين نزين بيها. هنحط معلقتين سكر لان هي عدمه خالص، كريمه خفق عدمه ما فيهاش سكر. معلقتين سكر. وهنبتدي نحط فراوله. ده جيلي فراوله، نحط معلقتين. نبتدي نضربهم تاني في العجان. الكريمه بقت جاهزه معانا اهي. دي بقت بالفراوله او بطعم الفراوله ولون الفراوله تزيين التورته. حتى هي جامده برضو شويه، جمدت زياده لما انا حطيت لها الجيلي. اهي بودره الجيلي اهي. هبتدي افضيها ونعمل مع بعض الكاكاو والمانجا. افضيها بس في بوله تانية. ده المقدار اللي احنا عملناه بالفراوله، بجيل الفراوله. هو ده المقدار الاولاني، فاض منه ده. طبعا انا عملت مقدار تاني، حطيت 6 معالق بودره كريم جانتيه، وحطيت كوبايه لبن. ابتدي طبعا اول حاجه هعملها هنعملها بالكاكاو، بس طبعا هاخد نص المقدار برضو تاني. هنبتدي بقى نضيف كاكاو خام، معلقتين كاكاو. لو عاوزاه تقيل شويه حطي 3. وتقلبيه طبعا عشان ما يطرش عليكي وانتي بتشغل المضرب بتاعك. بس نضربه وارجع لك تاني على طول. خلاص كده انا هطفي عليها. يبقى بالشكل ده. معانا بالشوكولاته اهي. الكريمه بقت جاهزه معانا اهي. افضيها. الشوكولاته بقت جاهزه معانا والفراوله. هنعمل المانجا. انا حطيت من المقدار. احط المانجا ونضربهم طبعا. انا كده عملت المانجا اهي. هي شوفوا تخينه ازاي. هي دي طبعا تقدري تزوقيها من التورته من فوق. ثانيه افكها اهي. تخينه معانا اهي. طبعا عايزاها سايله. انا حطيت كوبايه لبن. انتي بقى طبعا عايزاها سايله شويه. طبعا مش هتزينيها من فوق. لو انتي عايزه الكريمه سايله ومش يعني مش في النص الفوق، تزودي لبن. يعني ممكن يزود كوبايه ونص لبن، او كوبايه وربع لبن. على العموم انتي عينيكي ميزانك. يعني انتي تشوفي الحاجه تحطي شويه لبن وشويه كريمه، وتجربي وتشوفي. شوفي اهي معانا اهي. دي المانجا هفضيها ونعمل اللي هو الابيض. بكده ربع كيلو عاملين كميه يعني مجموعه كويسه اهي.
هنا الفراولة وهنا الكاكاو وهنا المانجا، بس مش باينه قوي. لو هي مش باينه قوي يبقى اضيفي كمان، انا ضفت باكو، عايزه اغمق من كده تضيفي شويه على الباكو. طبعا ربع كيلو فض اقل من 100 جرام او 100 جرام تقريبا، وفض منهم شويه ابيض. شويه الابيض دول اللي انا هخلطهم دلوقتي واخليهم يعني لونهم ابيض. بس لو انت هتزوقي فوق التورته بتاعتك هنحطهم في المضرب. انا ضفتهم على الشويه اللي كانوا هنا، ضفت عليهم حوالي 100 جرام اللي بقيوا، واقلبهم بالشكل ده. وهعملهم لو احتاجوا لبن هقول لكم. انا حطيت لهم حوالي ربع او اقل من ربع كوبايه لبن اهو بالشكل ده اللي بقيوا. حتى انت لو جبتي كيس من بره يعني مش هيطلع كمان الحجم ده. السمك ده بقى اللي انت بتزودي، اللي بتزودي يعني القمع من فوق التورته بيبقى تخين كده، وعاوزاه كمان اتخن من كده. طبعا انت عينك ميزانك، يعني انت تجربي تشوفي شويه اللبن شويه كريم شانتيه. يعني هقول لك هوضح لك، انا بس عايزه اوضح الفكره. الربع كيلو كريم شانتيه خدوا يا دوبك 2 كوبايه لبن وربع، اقل من الربع، 2 كوبايه وربع، او تخلي 2 كوبايه على ربع كيلو كريم شانتيه. شوفي عمل لنا يعني يعملك ما شاء الله 2 تورته حلوين جدا. تحطيهم على اي حاجه يعني انت عايزه تزيني بيها. كمان انا بعمل ايه بقى، بحطهم في بولات كده، وبحط عليهم ورق قصدير كده، وبشيلهم في الفريزر. وممكن الاولاد ياكلوهم زي كريم جانتيه، بيبقى جميل. قصدي زي الايس كريم بياكلوه ساقع، يبقى حلو قوي. يعني استخدامات كتيره، وان شاء الله يا رب يكون فدتكم. انت لو بقى في حاجه تانية لو انت عاوزاهم، يعني هو ده يعتبر سميك. لحظه اجيب معلقه. ده يعتبر، شوف السمك ده سمك حلو، ده هينزل من القمع، ممكن تزوق فيه فوق التورته. ونفس الحكايه دي ونفس الحكايه دي. لو انت عايزاه سايله شويه زودي انا عايزه اجرب لك في الشويه دول. يعني مثلا شويه دي ممكن تحطي عليهم نص كوبايه لبن وتزودي، هيزود معاكي على اساس ان انت تحشي بيها الكريمه من النص، التورتيه من النص. كده يكون انا خلصت كده الحمد لله. والفكره تكون وصلت. تحضير الكريم جانتيه. يعني هنا الكاكاو والفراوله والمانجا ان شاء الله تكون وصلت. وهنا معانا اللون الابيض. هي طريقه سهله جدا. ما تزعلوش ان انا بعيد وازيد. انا بصور الفيديو عباره عن قطع كده، فبقطع فيه، بحس ان انا ممكن نقصت في كلمه عملت في كلمه، فما تزعلوش اني بعيد. واذا كان في حاجه مش واضحه ممكن تقولها لي في التعليقات. وبالمناسبه بشكركم جدا، انتوا تعليقاتكم جميله جدا جدا وبتسعدني. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم جميعا. انتوا ناس جميله جدا، وشكرا ليكم، لان انا فعلا تعليقاتكم بتفرحني جدا جدا. وان شاء الله باذن الله بتشجعوني ان انا اقدم يعني اقدم فيديوهات كتيره ان شاء الله. ده الابيض هنا انا هفضيه عشان كل المجموعه تبقى مع بعضيها كده. طبعا انت عاوزاها تكون سميكه عن كده، بدل على الربع كيلو بكوبايه ونص لبن زي ما تحبي. بس الحمد لله كده انا خلصت. ان شاء الله الفكره تكون وصلت. ولازم طبعا اساسي، انا طبعا كنت بضيف سكر. السكر ده طبعا حسب التحليه بتاعتك، بتدوق السكر زي ما يعجبك طبعا وحسب التحليه. ان شاء الله الفكره تكون وصلت كده وتعجبك باذن الله. وبشكركم جدا ليكم ولمتابعتكم وتعليقاتكم كمان. تاني بقول لكم تعليقاتكم جميله وبتفرحني. شكرا ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.